بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. احنا النهارده هنعمل عجينة القطايف وهنعملها مع بعض. انا معايا كوباية دقيق، نفس الكوباية او نفس المعيار مية، وهاخد يعني هعمل مقدار واحد، وهاخد معلقة خميرة صغيرة، وهاخد ذرة ملح، وهاخد معلقة سكر. احنا هنبدأ نحط حاجة حاجة واعملها في الخلاط. دي الطريقة الأصلية يا جماعة للقطايف، ما فيهاش اي حاجه. دي بالخميره البيره. وادي كوبايه الدقيق، حطيت كله مع بعضه في الخلاط. سهله جدا جدا، مقادير متساويه، ميه ودقيق، معلقه صغيره لان هنعمل مقدار صغير، معلقه صغيره خميره فوريه، معلقه سكر، معلقه سكر عشان تنشط الخميره، ربع او طرف ذره ملح بس كده، لان طبعا المقدار بتاعي صغير، حتى اقلل منها كمان. كل ده هضربه في الخلاط وهسيبه يخمر. دي طريقه سهله، ودي الطريقه الاصليه بدون اضافات اي حاجه مختلف. دي اصل القطايف، وهنشوف مع بعض. هضربها في الخلاط وبعدين نشوف مع بعض القوام بتاعها. شايفين؟ ولا سايل قوي ولا تقيل قوي. انا هقلبها لسه شويه، اما اقلبها كده وبعدين اقوم سايبها في مكان يدفع. هسيبها في نفس الدرق علشان ما، لان انا عامله كميه صغيره ما تضيعليش في الحاجات. انا بس بوريكم الطريقه. فالميه دي دافيه. طيب في طريقه تانية لعجن القطايف برضو، ان انا بجيب 3 دقيق مثلا، عليهم 1 لبن و1 ميه، بتبقى متوسطه السمك. برضو. بس هنا بقى الطريقه دي ببيكنج باودر. لو انا عايزه اعجن بحط معلقتين كبار بيكنج باودر واسيبهم برضو شويه. لكن دي الطريقه الاصليه بتاعتنا بخميره البيره. وهسيبها بقى لما تخمر وتضاعف حجمها. بقى هنشوف هنعمل ايه. ما شايفين؟ ما شاء الله العجينه بتاعتي بقت عامله ازاي، تضاعفت. وشايفين الثقوب دي يعني خمرانه جميله. معايا بقى طاسه على النار اهي، على نار عاليه في الاول عشان بس بسخنها، وادهنها دهنه خفيفه جدا بمنديل كده. اللهم صل على النبي. مش شايفين العجينه بتاعتي جميله ومليانه ثقوب ازاي؟ انا ههبطها بمعلقه دلوقتي، بس انا بوريكم. وبعدين معايا طاسه على نار سخنه، سخنتها ودهنتها دهن خفيفه جدا من الزيت بمنديل. هعمل ايه دلوقتي؟ وطيت النار خالص، وهاجي على العجينه بتاعتي ههبطها كده بالمعلقه. شايفين رغم قوامها بقى عامل ازاي؟ رغم ان هي كان قوامها كوبايه ميه كوبايه ميه، مجرد ما خمرت انا بهبط فيها هو. هاجي بقى بمعلقه صغيره من بتاعه المكيال دي كده، وهاخد جزء انا عايزاها تبقى صغننه عصافيري، وهحط في الطاسه كده بالراحه خالص. شايفين؟ عصافيري ما شاء الله. شايفين بدات تعمل ثقوب ازاي؟ دي دليل على ايه؟ على نجاح العجينه بتاعتي. تمام. واحده جنبها نعملها صغيره خالص كده واسيبها. انا ما بقلبهاش، كل اللي انا بعمله هسيبها لما تجف خالص خالص خالص، يعني ما يبقى فيه اثر للعجينه، لا تبقى شفافه كده. شايفين؟ بالمعلقه علشان كلهم يطلعوا مقاس واحد. انا عايزاها صغيره كده عصافير جميله، واحده جنب بعضها اهي. واحده بدات تشف اهي. شايفين؟ انا معاكم خطوه بخطوه خالص اهوت. هنطلعها على صينيه مفروشه فوطه ونغطيها فوطه بالمنظر ده. باجي كده بالراحه خالص، هي لسه شويه، بس انا هوريكم علشان اوريها لكم من الظهر. وهحطها على الفوطه لما اخرجها. ودي كمان خلاص نشفت خالص، بس لسه حاجه بسيطه. شايفين؟
هوريها لكم من الظهر. احنا مع بعض واحده واحده اهو. لسه حاجه بسيطه خالص عشان تبقى شفت كويس، ما يبقاش فيها اثر خالص للعجين. شايفين؟ عشان تبقى شفافه خالص كده. مثلا ديت اهي انا هحطها هنا على الصينيه اهي. شايفين ظهرها خفيف، فانا عايزه اسيبها ايه لسه شويه صغيرين. هعلي النار سنه كده من تحت لان النار ايه هاديه قوي. خرجه اهوت. ادي واحده اهي. هي انا بنحط على الوش لحد ما الشمع، بس انا هقلبها كده اهي. ما شاء الله شايفين من الظهر اهي. خلصت الكميه بتاعتي. هغطيها بقى دلوقتي بالفوطه لحد ما اجي استعملها. اجهز لها الحشوات ونشوف هنعمل مع بعض ايه. مجموعه من الحشوات الحلوه عندي. ده سكر بودر، مكسرات، مبشور، زبيب، ربع معلقه قرفه لان الكميه بتاعتي صغيره. هقلب ده كله مع بعضه. وعندي كمان شوكولاته دارك، شوكولاته بيضه. عندي صوص فراوله. طبعا احنا عاملين صوص الفراوله مع بعض. كوبايه سكر، كوبايه فراوله، معلقه كبيره نشا. هنا بقى انا تقلت، اخدت جزء من الصوص اللي انا كان عندي، يا دوب حطيت عليه معلقه صغيره نشا عشان يتماسك معايا زي المهلبيه. هو لسه سخن علشان اما اجي احشي بيه كده ينفع يتحشى معايا. وعندي حشوه تانية برضو اللي كريم شانتيه، بس لما اعمل ممكن احقنه او بعمل القطفايه بتاعتي زي القرطاس. طبعا كريم شانتيه ما بتحطش الا بعد القلي وكمان السيرم او الشربات. عندي بقى حشوات تانية كتير جدا حسب مزاجك. في حشوات حادقة، ممكن عصاق، ممكن جبنة وزيتون، ممكن سبانخ مع جبنة. شوفي ابدعي. بتحبيش الحلو اعملي حادق. وطريقة سهلة وبسيطة جدا ومقاديرنا سهلة. وكوباية واحدة ما شاء الله عاملة كمية كبيرة جدا. فده حلو يعني. مش بس كده، ممكن تعملي اي انواع من الصوصات بتقليه وبتعمليه، او كريم شانتيه او كريمه البستير. بس في حاجه بقى سواء في الجلاش او في القطايف، الحاجات اللي فيها كريمات يفضل انها ما تتعانش. بمعنى ما بيبقاش لها اي طعم، لان القطفايه او الجلاشايه بتشرب منها فبتطرى. جمالها وهي طازه عشان تبقى مقرمشه من بره وطريه من جوه. ادي التكات بتاعتنا، وما هنحشي مع بعض ونشوف هنعمل الله. يلا هنحشي مع بعض. انا حطيت هنا جزء من الشوكولاته على واحده. هجيبها كده وهقفلها. طبعا الناحيه اللي جوه بتبقى طريه، يا اما بصبعي كده زي ما انا بعمل كده تقوم لازقه خالص. شايفين لزقت خالص اهي. او هجيب بالشوكه كده وامشي عليها بالمنظر ده كده على الطروف كده. طبعا انا بشتغل بايد واحده. شايفين المنظر؟ وهتدي اصلا شكل جمالي اهو. واخلص. ودي زيها ودي زيها. هنا بقى حاجه مختلفه اللي هي القرطاس. هلفها بالظبط كده زي القرطاس كده. لحظه واحده هلفها بايدي ونشوف اهي. يعني هتبقى زي كده قرطاسه. وهلزقها من هنا من فوق، من هنا من الحته دي كده، من هنا كده. وهلزقها من تحت كويس كده اهي. تبقى زي القرطاس، لان احنا دي بنقليها ونسقيها شربات ونقوم حشينها من جوه هنا كريم شانتيه. نعمل من دي قراطيس بالمنظر ده كده. دي القرطاس ودولت زي ده هتتقفل عادي. ممكن اعمل شكل تاني اقفلها كده زي الوردة مثلا كده. والحشوة هتبقى في الاخر خالص. بعد ما تتقلى برضه هحط هنا يا اما كريم شانتيه او مكسرات عادي خالص. يعني ممكن اشكل الاشكال اللي انا عايزاها. ده حريتك وده ذوقك، اعملي اللي انت عايزاه. هنقفلهم دلوقتي ونشوف ان شاء الله بقى. لان طبعا هي ما بتتقلاش الا وقت الاكل. عايزه تخزنيها بتخزنيها، عايزه تقليها تقليها بقى، بس وقت الاكل مش الوقت. ان شاء الله خلصنا الكميه بتاعتي هي كلها حشيتها. حشوه مشكله من اللي انا مجهزاها دي. هنشوف بقى ساعه القلي ونحطها في الشربات بتاعها. بس بقى ايه بعد الفطار باذن الله، لان هي بتتعمل وبتتاكل طازه. واللي هيتعان بعينه في طبق واغلفه بورق الاسترتش وعينه في الفريزر عادي عادي خالص.
لكن انا بفضل لو في كريمه الباستير اللي هي او اي كريمه يعني حلوه، دي تتاكل في ساعتها. ليه؟ لان عشان بتبقى مقرمشه وطريه من بره وطريه من جوه. عايزه تعمليها حادق اعمليها براحتك خالص. عندك الحشوات بشاميل تقيل، عصاج، جبنه، زي ما انت عايزه. القطايف في مصفى زي دي كده هنحطها عشان لما تيجي نشيلها، نشيلها بسرعه وبتصفى كويس جدا من الزيت. ما اقعدش بقى اشيل واحده بواحده. انا هظبطها كده. شايفين؟ هكمل الكميه بقى احمر ديت جاهزه واتحطت في السيرم وخرجت. ده الجزء اللي احنا قاليينه بقى اللي هو قراطيس وكده. هنحط عامله مقدار من الكريم شانتيه وهنا من الصوص، وهحطه في المكسرات ونشوف مع بعض بقى ان شاء الله. احلى قطايف عصافيري ممكن تاكلوها، والطريقه الاصليه للقطايف ولا فيها اي حاجات غريبه ولا حاجه. جميله مقرمشه حلوه، حشوات على مزاجك، وبألف هنا وشفا.